الحمد لله على السلامة يا ست الكل، وألف مليون مبروك على أول مولود ليكي. تعالي بقى النهاردة نقولك على كام نصيحة تحطيها حلقة في ودنك كده عشان تعيشي انت وابنك في سعادة تامة. أول حاجة، يا ست الكل، أول أسبوعين لثلاث أسابيع أو أربع أسابيع، أول شهر عموما بعد الولادة بيكون الطفل نايم نوم عميق جدا. نصيحة مني ليكي، صحيه كل ساعتين لثلاث ساعات ترضعيه، لأن ممكن الطفل ما يبقاش نايم، يكون مغمى عليه بسبب هبوط في السكر لا قدر الله، وده بيبقى خطر على حياته، خصوصا لو انت عندك انت او الاب مشاكل عائليه بالنسبه او تاريخ مرضي بالنسبه للسكر. تاني حاجه، بعد اول شهر، من تاني شهر لتالت شهر هنبتدي بقى الفرح. الطفل هيبتدي يعيط كتير، هيلم عليكم لا اله الا الله صريخ من غير سبب، هيكون مرادع ومغير وكل حاجه زي الفل بس بيعيط. المشكله في الست يعني ليه كده بيحصل ده؟ لان الطفل بيبتدي ساعتها يدرك العالم اللي حواليه، فكل حاجه بتضايقه، الصوت والضوء، الريحه، الشيل، الهدوم، درجه الحراره. فكل ده معلش انتوا هتصبري انت وباباه ان هم تستحملوه في الفتره دي، وبعد كده كل شيء هيبقى تمام. تالت حاجه، لو انت بترضعي طبيعي يا ست الكل، فنصيحه مني ليكي، اول حاجه تهتمي بنظافتك الشخصيه، لان البرفيوم الجامد بيقرف الطفل، ريحه العرق بتقرف الطفل، ريحه الاكل اللي لازقه في الهدوم بتقرف الطفل. فلازم تعملي جلابيه مخصوص للرضاعه تكون نظيفه وحطها على جنب، عشان دي تلبسيها ساعه الرضاعه بس. رابع حاجه، الرضاعه بعد كده حسب الطلب، مش كل 3 ساعات. رضاعه حسب الطلب مش كل 3 ساعات. خامس حاجه، مش هنعد بقى عشان انا بنسى. خامس حاجه، بعد اذنك يا ست الكل، لو انت هترضعي طبيعي بلاش نسكافيه، بلاش اسبريسو، بلاش شاي. المنبهات دي بتعمل له ازعاج عصبي، لانها بتنزل مع اللبن وهتسبب له ارق ومش هينام. فنصيحة تخلي بالك كده من مشروباتك، معلش هنستحمل موضوع النسكافيه والشاي ده لحد ما يخلص رضاعة. لو نسكافيه بقى خلاص في اضيق الحدود وحاجة صغيرة، ما تبقاش حاجة كبيرة، بعد اذنك الموضوع هيبقى فيه ستريس وهيبقى فيه صعوبة، بس ده بيرجع في الاخر لصحة مولد، صحتك وصحة مولودك. لو انتم مهتمين بالمحتوى ده اكتبوا لي عشان اكمل لكم بقيه النصايح، وما تنسوش اللايك والشير، وتتابعونا دايما، وتكتبوا لنا انتوا يعني بتتابعونا منين. مع السلامه.